ازيكم، يا رب تكونوا بخير. كتير جدا مننا كان دايما لما بيكون عنده مبنى، كل اللي كان عليه بيعمله عشان يرميله ظل ان هو يخش في الاعدادات جوه، يدوس دبل كليك ويتاكد ان هو عامل دروب شادو. لكن المشكله اللي كانت بتحصل انه دايما المبنى بتاعنا كان بيكون طاير من الارض. طب المشكله دي حلها ايه؟ حلها ببساطه شديده جدا ان احنا نستخدم بلجن هو عباره عن اداه بنضيفها على البرنامج، بتقدر تعمل الامر اللي احنا عايزينه. فانا بكل بساطه جبت البلجن ده ونزلته عندي في الباث ده. هسيب لكم البلجن والباث في الديسكريبشن، تقدروا تستخدموهم على طول. بعد ما نزلته ظهر عندي ايقونه جديده فوق كده اسمها بلجنز، هتلاقي فيها شادو وتدوس عليها هيظهر لك القائمه دي. قبل ما تظهر لك القائمه دي تعال نرجع شويه لللايرز بتاعتنا. لو انا عندي مباني كتيره وكل مبنى فيهم ليه ارتفاع مختلف، يفضل ان انا دايما افصلهم عن بعض. فانا مثلا دلوقتي عندي المبنى ده اعلى من المباني التانية، ففصلته لوحده على لاير منفصله. طب الخطوه اللي جايه ان انا هدوس على الامر بتاع الشادو واظبط الدايركشن، وكل اللي عليا اعمله ان انا هدوس كرييت شادو. اوكي. اول لما هدوس كده هيبدا الشادو يتكريت مره واحده. طب لو انا عايز ازود الاوباسيتي اقدر اتحكم فيها من هنا. طب لو انا عايز ازود الديستانس او اقصرها اقدر اتحكم فيها من هنا. كمان الزاويه بتاعه الظل اقدر اتحكم فيها من هنا. اوكي. فدي كلها حاجات نقدر ان احنا نتحكم فيها بالشادو. طب لو انا عجبني الشادو ده وعايز اكرره في حاجات تانية من غير ما احفظ الاعداد، كل اللي عليا اعمله دلوقتي ان انا ادوس سيف، وبعد كده اكريت اسم جديد وادوس سيف نيو. لو انا دلوقتي جيت على مباني جديده خلاص ودوست عليها، وقفت على اللاير بتاعتها يعني، ودوست كرييت شادو، هيعمل لي الشادو بتاعي باخر اعدادات انا عملتها. طب لو انا عندي اعدادات قديمه، لو دوست عليها هتبدأ تتغير بالشكل ده. خلاص كده. يبقى كل اللي عليا اعمله ان انا بس بتحكم في القائمة اللي موجودة هنا. اللينك هتلاقوه في الديسكريبشن. شكرا.